من سبل الرزق اتفاقا هذا سبيل لا يأتي في البال. أو تعلم أن الاستغفار من موجبات زيادة الرزق بنص القرآن الكريم. الآية تقول إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، إن هذه رواية. فإن الله قال في كتابه الشاهد في الآية استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. استغفروا ربكم، نعم يمددكم بأموال وبنين. ولهذا هناك دعاء لمن ابتلي بالعقم بعدم الذرية اتفاقا فيها صيغة استغفار، لأن الاستغفار يوجب البنين، الاستغفار يوجب الأموال ويجعل لكم جنات، في الدنيا بنين وأموال وفي الآخرة جنات وأنهار. إذن المؤمن استغفاره لا للذنب فحسب وإنما لجلب البركات. دائما قلنا للإخوان الاستغفار تارة للخطايا والذنوب وتارة للغفلات. الغفل أيضا يحتاج إلى استغفار. هذا المثال اجعلوه في بالكم مرجع تقليد. يأتيك الظهر الزوال إلى المغرب لا تقدم له طعاما ولا شرابا، أنت ما أهنته ما ضربته ما طردته ولكن ذهلت عنه. تقول له عند المغرب أنا متأسف كنت مشغولا مع أهلي وعيالي. تتأسف وأيما تأسف. رب العالمين جعلناه أهون الناظرين. بعض الأوقات الإنسان ولعل في أغلب الأوقات من الزوال من صلاة الظهرين إلى العشاءين كم مرة يذكر الله عز وجل ذكرا حقيقيا. ولهذا عندما يأتي يصلي يستغفر الله عز وجل على غفلته. رواية أخيرة في هذا المجال: الاستغفار ليس للرزق فحسب، حتى للهم والغم. من انتابته حالة من الهم والغم المفاجئ اتفاقا دواؤه الاستغفار. رب العالمين يعرض عن عبده، قلنا للغفلات والخطايا. إذا رب العالمين وهو مصدر الأنس والإطمئنان أعرض عنك القلب يضيق، يحمل الهم والغم، تريد أن تسترجع النظرة الإلهية عد إليه بالاستغفار. من استبطأ الرزق فليكثر من التكبير. أيضا التكبير الله أكبر من موجبات الرزق. ومن كثر همه وغمه فليكثر من الاستغفار. الهم والغم يرتفع بالاستغفار. أيضا ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. مضمون لعل بعض الروايات الإنسان يطلب من الله عز وجل بلغته للآخرة. المال إذا زاد عن حده كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده. صلى الله عز وجل الكفاف من الرزق. المال الكثير، كونوا إخواني معي في آخر جملة، المال الكثير للمؤمن المراقب والمحاسب لنفسه نعمة، لأن هذا المال يصرف في الطاعة وفي الخير. ولغير المؤمن المراقب المحاسب نعم موجب للانشغال. من أموالكم وأولادكم عدو، هذا المال عدو للإنسان الغافل عن الله عز وجل.